النهاردة هعمل معاكم كبد وقوانص، هنعملهم بحتة طشة هتنقلها نقلة تانية. الجيران هيتلموا عليكي وكل اللي في البيت هيقولوا ايه الجمال والريحة اللي قلبة الدنيا دي كلها. طعم فاخر من الآخر، وأهم ما فيها الصوص الخطير اللي ما فيه أحلى منه. بجد تحفة، هتدعيلي. أنا أميرة، أخصائية تغذية. أتمنى تدعميني باللايك والشير، ويلا نبدأ الفيديو. أول حاجة جهزت كده المكونات بتاعتي. معايا هنا يا الكبد القوانص بتاعتي قطعتها كده في طبق لوحدها. دي قوانص بط بلدي، لونها احمر كده ولحمها حلو قوي قوي. وهنا معانا الكبد بتاعتنا، ومعانا كمان القلوب بتاعتها. طبعا غسلينها كويس جدا جدا ومنضفينها. ومعانا طبعا بصل وطماطمايه كده متقطعه جوليان، وفلفل متقطع كده برضو جوليان. ومعانا بقى في طبق لوحده خالص توم على قرن فلفل احمر كده مهروسين كويس. ودول سايبينهم كده ان هنحتاجهم في حتة تانية خالص. لازم تسمعي كده الفيديو للاخر وحط لايك، ويلا بينا نروح على البوتاجاز. اول حاجة لازم نجيب كده طاسة او حلة تكون واسعة. لازم جدا ومهم جدا تكون واسعة. هنحط فيها كمية كده محترمة من الزيت. وبعدين النار هتكون عالية وهتكون سخنة جدا جدا. هننزل معانا كده بالقوانص بتاعتنا، وهنبدأ نديها كده تشويحة او صدمة كده من كل جانب، علشان القوانص بتاعتنا كده لونها يغير كده وتتغلف زي ما احنا شايفين كده، وما تنزلش السوائل، وبالتالي تحتفظ بالليونة بتاعتها. تمام كده. اهو بالشكل اللي احنا شايفينه. بصوا كده ابتدأ لونها يغير معانا ازاي. طبعا في ناس بتحط بصل، انا مش هحط بصل ولا اي حاجة دلوقتي خالص. بس انا هعمل كده علشان اديها صدمة كده، ولو فيها اي زفارة نتخلص منها. وبرضو علشان لو فيها اي زفارة باقية، مع ان انا غسلاها كويس جدا جدا ومتأكدة انها نظيفة جدا، هحط عليها رشة من الفلفل الاسمر. الفلفل الاسمر من التوابل اللي بتقضي على اي زفارة موجودة فيها. كمان هحط عليها رشة كده من بهارات اللحمة بسيطة جدا علشان تديها كده نكهة حلوة. وهديها تشويحة كده مع بعضها. يا سيدي على الجمال. شايفين كده بفضل بقى اقلب فيها كده. بصوا لونها غير تماما بالشكل اللي احنا شايفينه كده. كده اتأكدت انها خدت الصدمة، وانها اتغلفت كويس جدا جدا ومش هتخرج سوائل منها. في المرحلة دي بقى هاخد نص كمية البصل اللي انا مقطعاه كده قطع صغيرة او فرماه، وهبدأ اسمي الله وانزل بيه. بصوا شوحتها شوية كده محترمين. جبت بقى البصل بتاعي هحط كده تلتينه كده، يعني اكتر من النص شوية، وهسيب نص او الجزء الاخير هسيبه كمان شوية، وهتعرفوا ليه. هبدأ بقى كده اقلب البصلة كده مع القوانص بتاعتي، وهبدأ ان انا اشوحها معاها كويس جدا لحد لما البصلة بتاعتي دي تتكرمل تماما تماما. هغطي عليها كده كويس جدا، وطبعا عيني عليها، وبفضل من وقت للتاني افضل اقلب فيها بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. كل كده دقيقة بفتحها وبقلبها، وبعد كده برجع تاني اعملها. بصوا كده اهو زي ما احنا شايفين. اول ما اتأكدت بقى انها خلاص كده هتنشف، هجيب معايا كده الكاتل بتاعي فيه كوباية من المية اللي تكون بتغلي، وهبدأ اسمي الله وانزل بيها كده على القوانص بتاعتي. زي ما احنا شايفين كده هي كوبايه كده يا دوبك كده حلو قوي قوي. بخلي النار بتاعتي بقى متوسطه، وبغطيها كده، وبرده كل دقيقتين كده بقلبها علشان ما تلتسعش مني، خاصه ان فيها بصل. وكل شويه هاجي عليها اديها تقلبتين كده واغطيها تاني لحد لما تتشرب الميه كده والقوانص بتاعتي تستوي. الخطوه دي مهمه جدا علشان القوانص هي اكتر حاجه بتاخد وقت معانا. بصوا بقى هنا نشفت معايا خالص وشربت المية بتاعتها والقوانص. بصوا بضغط عليها، يا سلام ملبن يا جماعة. تحفة كده. هي كده في السوى المظبوط، شايفين اهو. هبدأ بقى دلوقتي في المرحلة دي كده. ايوه شايفين خلاص كده هي كده بقت جاهزة معانا علشان نكمل باقي الخطوات بتاعتنا. هجيب بقى معايا كده كمية البصل الباقية اللي انا كنت سايباها زي ما قلت لكم قبل كده، وهنزل بيها. وهديها تشويحة كده على خفيف. والطماطمايه اللي انا مقطعاها جوليان، يعني انا بصوا الغرض من الطماطمايه انها بتديها صقارة كده، وبتديها طعم حلو قوي وما بتبانش في الاخر. بعد كده بقى بديهم تقليبتين تلاتة كده زي ما احنا شايفين. وبعد كده بصوا بقى الحركة دي مهمة جدا. انا عملت حفرة كده، انا مش بلعب ولا حاجة، لا. انا عملت حفرة كده. انا هقعد بقى اجيب طبق تاني او اجيب طاسة تانية واعمل اللي انا بعمله، لا، كله في طاسة واحدة.
وفي نفس الوقت هعمل الحركة اللي انا اصلا يعني مش عايزة الكبد بتاعتي او القلوب بتاعتي تنزل كده زفارة او ميتها على القوانص اللي انا خلاص كده اتأكدت ان هي طعمها وريحتها بقت حلوة. وهديها كده بصوا تشويحة كده على نار عالية، بصوا لحد لما اللون بتاعها يغير كده، واقفل المسام بتاعتها. وبعد كده ابدا ان انا اخلط بقى الكبد والقوانص مع بعض اهو. هنا كنت بقول لكم اللون خلاص اتغير والمسام اتقفلت وبقت تمام. اقدر بقى في المرحله دي اقلبها مع القوانص بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في معانا بقى تريكة برضو تحفة جدا، الفيديو ده كله تريكات. هجيب كده معلقة بقى من اللية او السمنة الحيواني او السمنة البلدي، يفضل طبعا تكون لية او سمنة حيواني اللي هي الدهن اللي هو الحيواني اللي احنا بنسيحه ونحوله لسمنة. وهنزل بيها بصوا دي تحفة طبعا. بصوا الاكلة دي بتحب طبعا كده كمية محترمة من الزيوت والدهون، مع ان انا مش حاطة كمية كتير ولا حاجة جدا، واعتقد انتم ملاحظين ده. هبدأ بقى اعمل حفرة تانية كده وهنزل كده بالكبد بتاعتي. طبعا بعد ما مر حوالي 4 دقايق كده او 5 دقايق بشوح كده بقى القلوب مع القوانص علشان تستوي برضو لانها بتبقى جامدة شوية عن الكبد بتاعتي. عملت نفس الحفرة ونزلت كده بالكبد وهديها تشويحة من كل الجوانب علشان اقفل المسام بتاعتها واضمن ان هي خلاص كده بقت تمام ولونها يغير تماما معايا زي ما انتوا شايفين كده. علشان طبعا لو انا خلطتها في الاول مع الكبد والقوانص بتاعتي هتزفرها خالص. خلاص كده غيرت معايا وبقت تمام. هبدأ بقى اخلط المكونات كلها مع بعض بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو. وهبدأ بقى كده اديهم تقلبتين. في المرحلة دي ما بحاول ان انا ما اقلبش كتير واقلب بسبتولة كده علشان الكبد بتاعتي ما تتهريش مني، ودي تركة مهمة جدا جدا. هنزل بقى ببصلايه متقطعه جوليان، ودي مش وريتها لكم في الاول لكن هي كانت معايا. جبت بصلايه كده قطعتها جوليان كده او شرايح طويله، وهبدا انزل بيها كده على الكبد والقوانص بتاعتي وهبدا اديها تشويحتين بس كده. انا بقى مش عايزه البصله هنا تختفي او تتكرمل او اي حاجه خالص. يا سيدي بعد كده هنزل عليها بقى بالفلفل كده اللي انا مقطعاه جوليان زي ما احنا شايفين كده، فلفل سبايسي فلفل بارد زي ما تحبي. وهبدأ برضو اديهم تشويحة كده. عايزه اقولك بقى هتشم ريحه تحفه، هتاكلي كبد وقوانص بجد يعني في حياتك ما اكلتي زيها. ولو انت ما بتحبيهاش هتدمنيها وهتعشقيها. هنيجي بقى للتركة اللي انا بقول لكم عليها، اوعوا تروحوا بعيد علشان لازم تشوفوها. هجيب بقى معايا كده التومة اللي انا كنت عاملاها مع قرن فلفل احمر كده، وهحط عليهم كمان عودين من الكزبرة الخضراء، وهبدأ كده اعمل نفس الحفرة اللي عملتها قبل كده. وهنزل بقى بالتومة والكزبرة الخضراء كده والفلفل الاحمر يا سيدي، واحط عليها معلقة من الفلفل الاسمر ومعلقة من الكمون ورشة صغيرة من القرفة ومعلقة من السبع بهارات او بهارات اللحمة. وهشوحهم كده في الحفرة دي كده، وهنا هتشم ريحة ولا اروع من كده. هنعمل ايه كمان واحنا هنسكت؟ هنطفيهم بقى كده بمعلقة كبيرة من الخل. وهنا بقى عايزة اقولك الجيران هتتلم عليكي من الريحة، واللي في البيت كل واحد هيجيب رغيف وهيجيلك جري. الريحة طالعة رهيبة تجوع. انا جوعت وانا بسجل الفيديو، بجد فظيعة يا جماعة. بعد كده قلبت بقى الطشة دي في الكبد والقوانص بتاعتي يا سيدي على الجمال، وبجد خطيرة. نقلتها نقلة تانية جدا بجد يعني. بصوا بتغير في الطعم خالص، تركة بسيطة بس بتفرق في النتيجة النهائية خالص. هنا بقى خلاص هي بقت تمام التمام. لسه خلصت تركاتنا؟ لا، معانا اخر تركاية. هجيب بقى ليمونة كده وهعصرها كويس على الكبد والقوانص. وبصي بقى عايزه اقول لك جربي بس وصفتي كده بكل التريكات. وزي ما قلت لك لازم تسمعي الفيديو للاخر، مش عشان خاطري لا، علشان تستفيدي بكل خطوه، لان الفيديو ده كل تريكات من اوله لاخر. خلاص كده حطيت عصير الليمونه واديتها تقليبه وانا لسه فاتحه النار. وبعد كده هطفي النار على طول، وهجيب بقى كده عودين من البقدونس والكزبره كده الخضراء ومقطعاهم كده صغير جدا واحطهم عليها. اولا بتدي شكل حلو، ثانيا طبعا بتنقل الطعم في حتة تانية خالص. وهنا بقت جاهزة معانا على التقديم، ويلا بينا نقدمها مع بعض.
يا سيدي هنا بقى الإضاءة كانت زي الزفت، والله كانت الإضاءة وحشة جدًا إزاي، بتتاكل بإيه، أنا عن نفسي باحبها أوي، أوي كده بودن القطة اللي هو العيش البلدي كده وودن قطة كده، وبُصّي هتاكلي هتنسي نفسِك في أكل العيش، يعني هتتخني، هتتخني. أو بقى ممكن تقدّميها مع مكرونة محمرة، وممكن كمان تقدّميها مع مكرونة بالصلصة، وممكن كمان تقدّميها مع رز أبيض كده بالسمنة البلدي وبألف هنا. أتمنى لو عجبك الفيديو تدعمينا كده باللايك والشير وتشيريها لكل أحبابك ولكل أحبابك اللي ما بيحبوش الكبد والقوانص علشان يحبوها، وتدعي لنا دعوة حلوة كده من قلبكم، وندعي لفلسطين إخواتنا ربنا ينصرهم يا رب. اللهم آمين. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.